بيبدأ الفيلم بديدبول وهو بيحفر قبر البطل الخارق اللي اسمه وولفرين، وبيقول لنا ديدبول ان هو متأكد ان وولفرين لسه عايش، وده لان وولفرين عنده قوة الاستشفاء اللي بتخليه يحافظ على حياته مهما تعرض لأي إصابات. وبيقول ديدبول ان هو محتاج مساعدة وولفرين علشان ينقذ العالم بتاعه من الدمار، لكن ديدبول بيحبط جدا لما بيكتشف ان وولفرين مات فعلا، ده غير ان جسمه اتحلل وما بقاش فاضل منه غير الهيكل العظمي. وفي اللحظة دي بيوصلوا جنود منظمة شرطة الزمن، وبيكونوا جايين علشان يقبضوا على ديدبول بسبب اختراقه لقوانين الزمن، لكن ديدبول بيستخدم عظم وولفرين كسلاح وبيحارب بيه جنود المنظمة. وبما ان ديدبول بيمتلك قوة الاستشفاء بيقدر يتغلب على الجنود بكل سهولة. وبعدها بنرجع بالزمن لسنة 2018، ووقتها ديدبول بيقابل رئيس منظمة حماية الكون اللي اسمه هوجن، وبيطلب منه ان هو ينضم لفريق الافنجرز، وده لان هو عاوز يعمل حاجة مفيدة في حياته. وبيعرفه ان مراته فانيسا شايفة ان هو مجرد شخص تافه، وان هو لو ما اثبتش ان هو شخص ذو قيمة وبيفيد المجتمع فمراته هتنفصل عنه. فبيفهمه هوجن ان الافنجرز هم مجموعة من الابطال الخارقين، وان هم مش مجرد اشخاص لابسين بدل دفاعية وبيحاربوا الاشرار وبس، لكنهم ليهم تقدير كبير جدا عند الناس في كل مكان في العالم. وده لان ما فيش حد من الافنجرز طلب ان هو يدافع عن الكون، لكن شعوب العالم هم اللي طلبوا منهم كده، وده على العكس هو اللي بيطلب ينضم ليهم. وطبعا السبب بتاعه شخصي ودي تعتبر انانية. وبيعتذر هوجن لديدبول وبيقول له ان هو مش هيقدر يقبله في الفريق، وبيقول له ان هو ممكن يوظف قوته الخارقة في مكان تاني يفيد بيه المجتمع، وساعتها هيكون في نظر مراته انسان ذو اهمية. وبتمر 6 سنين بعد المقابلة دي، ووقتها بيكون ديدبول بيشتغل في معرض عربيات، وبيكون اتعرف على واحد اسمه بيتر وبيكون اعز صديق ليه. وبنعرف ان بيتر عارف ان ديدبول بطل خارق، وبيكون بيتر عايز ديدبول يرجع يلبس بدلته ويستخدم قوته الخارقة تاني، لكن ديدبول بيقول له ان هو مقتنع بحياته الجديدة واتأقلم عليها. ولما بيرجع ديدبول شقته بيتفاجئ ان اصحابه عاملين له حفلة بمناسبة عيد ميلاده، وبتكون فانيسا موجودة هي كمان في الحفلة. وبنعرف ان هم انفصلوا عن بعض فعلا، وساعتها بيتكلم ديدبول مع فانيسا علشان يعرف اخبارها، وبعدها بيتجمعوا كلهم علشان ديدبول يطفي الشمع. وبيشكر ديدبول اصحابه على المفاجأة دي، وبيطلع صورة جماعية ليهم وبيقول لهم ان هو محظوظ علشان هم موجودين في حياته. وبعد ما ديدبول بيطفي الشمع بيلاقي الباب بيخبط، فبيروح علشان يفتح وبيتفاجئ لما بيلاقي جنود منظمة شرطة الزمن قدامه وبيقبضوا عليه. ولما بيفوق ديدبول بيلاقي نفسه قدام واحد اسمه براد، واللي بيعرفه بنفسه وبيقول له ان هو مدير القاعدة اللي هو فيها حاليا، واللي بتتبع منظمة شرطة الزمن، واللي مهمتها هي حماية الجدول الزمني للكون من الاختراق. فبيفتكر هنا ديدبول ان هو هيتعاقب لان هو اخترق الجدول الزمني قبل كده، لكن براد بيقول له ان هو عاوزه علشان حاجة تانية، وبياخده معاه على غرفة التحكم. وهناك بيعرفه ان الجدول الزمني بيتعرض لتهديد ممكن يدمره، وان هو محتاجه علشان يمنع التهديد ده وينقذ الكون. وبعدها هيكون بطل خارق وهينضم لفريق الافنجرز اللي هو نفسه ينضم ليه من زمان. واول ما ديدبول بيشوف صورة اعضاء فريق الافنجرز على الشاشة بيتحمس جدا وبيديهم التحية، وبيروح يلبس بدلته وبيرجع لبراد وبيقول له ان هو مستعد للمهمة، ولكن هو عاوز يرجع لاصحابه علشان يعرفهم بالخبر ده. فبيقول له براد ان هو لسه ما قالوش على تفاصيل المهمة بالكامل، وبينصدم ديدبول لما بيعرف من براد ان هو مش هيقدر يرجع لاصحابه لان العالم اللي هم عايشين فيه فاضل فيه 3 ايام بس ويتدمر. وبيعرفوا ان ده سببه خلل حصل في الجدول الزمني الخاص بالعالم اللي اصحابه عايشين فيه. وبيقول له ان الخلل ده حصل لان البطل الخارق اللي اسمه وولفرين مات، وبيوري له مشهد موت وولفرين بعد ما انقذ طفلة اسمها لورا من الموت هي وباقي الاطفال اللي كانوا معاها. وبيقول براد لديدبول ان هو لو عاوز ينقذ اصحابه فممكن يروح يدور وسط العوالم التانية على نسخة وولفرين، ولكنه هيلاقيه موجود باسم لوجان. وبيكمل براد كلامه وبيقول لديدبول ان هو بيصنع آلة هتدمر العالم اللي فيه اصحابه بسرعة، وده بدل ما يشوفهم وهم بيموتوا ببطء بعد ما جدولهم الزمني يتفكك، ده غير ان هو هيدمر باقي العوالم علشان يسيطر على الكون بالكامل. وبينهي براد كلامه وبيقول لديدبول ان هو قدامه اختيارين، يا اما ينضم ليه في المهمة دي ويكون مساعد ليه، يا اما يرجع لاصحابه ويموت معاهم. لكن ديدبول بيضربه وبياخد منه جهاز التنقل عبر الزمن، وبيختفي جوه بوابة زمنية وبيروح عند قبر وولفرين لانه كان مفكر ان هو لسه عايش. وفي الوقت الحالي ديدبول بيسافر عبر الزمن وبيدور على نسخة من شخصية لوجان في العوالم المختلفة، لحد ما بيلاقي شخص منهم بيكون في حانة وعمال يشرب، وبيتضح ان لوجان ده محبط جدا وفاقد الامل في الحياة، لدرجة
ان هو بيشرب لحد ما بيفقد الوعي. فبياخده ديدبول وبيرجع بيه عند براد، وهناك ديدبول بيهدد براد وبيقول له ينقذ اصدقائه والعالم اللي هم عايشين فيه، والا هو هيبلغ عنه رؤساء المنظمة ويعرفهم ان هو بيخترع آلة علشان يسيطر بيها على الكون. لكن براد بيستخدم عصاية المسح الزمني وبينقلهم لعالم الفراغ. ولما لوجان بيفوق بيكون متعصب جدا لان ديدبول خطفه وهو مش في وعيه، والنتيجة ان هم موجودين في عالم هم مش عارفين عنه اي حاجة. وعلشان كده لوجان بيتخانق مع ديدبول، ولكن محدش فيهم بيموت علشان هم عندهم قوة الاستشفاء. لكن لوجان بيسيطر على ديدبول وبيكون على وشك يفصل راسه عن جسمه. فبيوقفوا ديدبول وبيقول له ان هو استسلم، وبيعرفه ان هو استعان بيه علشان هو عاوز ينقذ العالم بتاعه من الدمار على ايد براد. وبيجذب ديدبول على لوجان وبيقول له ان هو لو ساعده في المنظمة هتغير العالم بتاعه، وده معناه ان هو ممكن يرجع بالزمن ويصلح كل اخطائه اللي هو ارتكبها. فبيقتنع لوجان بكلام ديدبول وبيوافق يساعده. وفجأة بيظهر قدامهم شخص مجهول وبيقول لهم ان في مجموعة من الاشرار جايين عليهم، وبعدها بيكشف لهم الشخص ده عن نفسه وبيقول لهم ان هو اسمه جوني، وبيعرفهم ان هو هيحارب الاشرار دول. واول ما بتوصل مجموعة الاشرار بيطير جوني في الهواء وجسمه بيتحول لكتلة من اللهب، وبيطلق نار بكمية كبيرة جدا على الاشرار دول. لكن بايرو زعيم الاشرار بيمتص النار دي لحد ما جوني بيفقد قوته وبيقع على الارض. وبعدها بيتقدم واحد من الاشرار وبيظهر ان هو يعرف لوجان وبيكون عاوز يقتله، لكن لوجان بيتحرك بسرعة وبيقطع راسه. وساعتها بايرو بيستخدم مغناطيس كبير وبيسحب ديدبول ولوجان، وبعدها بتخبط فيهم كتلة من الحديد وبيفقدوا الوعي. ولما بيفوقوا بيلاقوا نفسهم متكتفين ومحبوسين جوه قفص مع جوني. ووقتها جوني بيقول لهم ان هم رايحين عند كاساندرا زعيمة عالم الفراغ، وبيقول لهم ان عالم الفراغ هو عبارة عن منفى المنظمة بتحبس فيه الاشخاص من جميع الاكوان. وبيقول لهم ان كاساندرا دي خطيرة جدا وهي الوحيدة اللي ممكن تخرجهم من عالم الفراغ. وبيعرفهم ان من الصعب جدا حد يحارب كاساندرا وينتصر عليها. وبيقول لهم كمان ان في مجموعة كبيرة من الابطال الخارقين موجودين عند الحدود. وبعدها بيوصلوا لحصن كاساندرا، واللي اول ما بتظهر قدامهم بتحررهم من قيودهم وبتعرفهم بنفسها وبتقول لهم ان هي تبقى اخت عالم اسمه تشارلز، ولكنها اتنفت لعالم الفراغ من وهي لسه طفلة. وبتكون كاساندرا مبسوطة لان لوجان وديدبول وصلوا عندها، وبتتكلم مع جوني وبتقول له ان هي ما بيعجبهاش الابطال الخارقين اللي بيقفوا قصادها. وبعدها بتقتل جوني قدام ديدبول ولوجان، وبتقدر تخترق عقل ديدبول علشان تعرف عنه كل حاجة. وبتكتشف كاساندرا ان ديدبول جواه حزن كبير، وده بسبب ان مراته فانيسا انفصلت عنه. لكن لوجان بيهجم عليها وبيطعنها بمخالبه من ظهرها. ولكن المفاجأة ان كاساندرا بيكون عندها قوة الاستشفاء هي كمان ومش بتموت، وبتقدر تتخلص من ديدبول ولوجان وبتبعدهم عنها. وبعدها بتستدعي وحش ضخم جدا ومخيف، وساعتها كل اللي موجودين بيهربوا من المكان بسرعة. وبيجري لوجان بسرعة وبيلاقي صاروخ في المكان وبيشغله. واول ما ديدبول بيشوفه بيجري عليه وبيركبوا الصاروخ وبيهربوا من المكان بسرعة. وبيوصلوا لمكان بعيد عن حصن كاساندرا، وبيروحوا يقعدوا في مطعم مهجور، ومن حسن حظهم ان هم بيلاقوا اكل فيه. واثناء ما هم بياكلوا بيتكلموا سوا. وبيقول ديدبول للوجان ان هو فشل يخلي مراته تعيش معاه، وده لان هي شايفة ان هو مش بيعمل اي حاجة مفيدة في حياته. وبعد ما بيخلصوا اكل بيتمشوا سوا وبيفضلوا يفكروا في طريقة علشان يهربوا بيها من عالم الفراغ. وبيقول لوجان ان اول حاجة هم لازم يعملوها هي انهم يوصلوا لمكان الابطال الخارقين اللي جوني قال عليهم. وفجأة بيظهر قدامهم كلب وبيجري على ديدبول، فبيفرح ديدبول جدا وبيقرر يحتفظ بيه. لكنه بينصدم لما بيجي شخص اسمه نايس بول وبيقول له ان الكلب ده بتاعه. وبيتضح ان نايس بول هو نسخة من ديدبول في عالم مختلف. وبيحس ديدبول ساعتها بالغيرة لان نايس بول شكله احلى منه، ده غير ان هو معاه مسدسات ذهب احلى من اللي معاه. وساعتها لوجان بيسأل نايس بول عن منطقة الحدود، فبيعرفهم نايس بول ان الحدود موجودة على مسافة 12 كيلو من المكان ده. وبيديهم عربيته علشان يوصلوا لهناك بسرعة. وبيظهر ان ديدبول مش عاوز يسيب الكلب، لكن لوجان بياخده منه وبيرجعه لنايس بول. وبعدها بيركبوا العربية وبيتحركوا في طريقهم. وساعتها ديدبول بيسأل لوجان لو العالم بتاعه هيتغير ايه اول حاجة هيعملها. واول ما لوجان بيسمع الكلمة دي بيوقف العربية لانه بيفهم ان ديدبول بيكذب عليه وان حياته مش هتتصلح واصحابه مش هيرجعوا زي ما هو قال. فبيطلع ديدبول من جيبه صورة لاصدقائه وبيقول له ان هو كذب عليه علشان عاوز ينقذ اصحابه باي تمن. وبيقول له كمان ان هو ما عندوش فكرة عن انقاذ العوالم وما كانش مهتم يعرف اصلا، لكن كل حياته موجودة في الصورة دي واصحابه هم العالم اللي هو بيهتم بيه وبس. لكن لوجان بيستهزأ بيه وبيقول له ان هو
هو فاشل، وامر طبيعي ان الافنجرز ما يوافقوش ان هو ينضم ليهم، وبيفكروا ان هو فشل يصلح علاقته بصاحبته، وبالتالي فهو مستحيل يقدر ينقذ اصحابه من الموت. فبيتعصب ديدبول من كلام لوجان وبيضربه، فبيرد له لوجان الضربه وبيتخانقوا سوا وبيضربوا بعض بعنف، وبتستمر الخناقه بينهم لوقت طويل جدا، وده لان كل واحد فيهم بيمتلك قوه الاستشفاء، لكنهم بيتعبوا من شده القتال وبيناموا في العربيه. وتاني يوم بيظهر شخص مجهول وبيخطفهم بالعربيه وهم فاقدين الوعي، وبعد شويه وقت بيفوق ديدبول وبيلاقي نفسه في مكان جوه الجبل، وبيشوف لوجان قدامه وهو بيشرب خمره، وفجاه بيسمعوا صوت حد جاي عليهم، وبيتضح ان هي بطله خارقه اسمها الكترا. وبعدها بيدخل للمكان بطل خارق اسمه بليد، وبيدخل وراه بطل خارق تاني اسمه جامبيت. فبيقف ديدبول قدامهم وبيسالهم مين فيهم اللي جابهم للمكان ده، وفي اللحظه دي بتظهر لورا وبتقول ان هي اللي عملت كده. واول ما ديدبول بيشوفها بيقول للوجان ان هي دي البنت اللي لوجان الحقيقه انقذها من الموت وهي طفله، ولكن لوجان ما بيكونش مهتم على عكس لورا اللي بتفضل مركزه معاه. وساعتها ديدبول بيسالهم عن سبب وجودهم في عالم الفراغ، وبيعرف منهم ان براد عمل معاهم زي ما عمل معاه بالظبط، وان هو نفاهم لعالم الفراغ علشان يمنع كل واحد فيهم من ان هو ينقذ العالم بتاعه من الدمار، وان هم اول ما وصلوا انضموا لبعض وشكلوا فريق مقاومه، وده علشان يسيطروا على كاساندرا ويرجعوا لعوالمهم تاني. فبيقول لهم ديدبول ان هو ولوجان كانوا عند كاساندرا، فبيستغربوا كلهم من كلامه، وده لان مفيش اي بطل خارق قدر يخرج من عند كاساندرا عايش. فديدبول بيقول لهم ان هم لازم يتحدوا سوا علشان يجبروا كاساندرا ان هي ترجعهم للعوالم بتاعتهم، وبيعرفهم ان هم لازم يحصلوا على خوذة مقاتل خارق اسمه جرانت، وده لان الخوذة دي هي اللي هتحرم كاساندرا من قوتها. فبيعرفوا ان جرانت ده يبقى واحد من جنود كاساندرا اصلا. فبيقول لهم ديدبول ان هم لازم يسرقوا الخوذة دي من جرانت باي تمن، ووقتها كلهم بيتحمسوا جدا لان دي فرصة يظهروا قدام شعوبهم بصورة الابطال الخارقين اللي بيدافعوا عنهم بدل ما هم محبوسين في الفراغ، والكل فاكر ان هم تخلوا عن وظيفتهم الاساسية وهي حماية الكون. ولكن لوجان بيرفض ان هو يتعاون معاهم، وبالليل لوجان بيكون قاعد لوحده وبيشرب، وبتيجي لورا وبتقعد جنبه وبتقول له ان هو بيفكرها بلوجان الحقيقي، وبتقول له ان لوجان كان فيه عيوب كتير ولكنه كان بيقف جنبها دايما ومش بيسيبها، وبتعرفه ان هو ضحى بحياته وانقذها من الموت، وبما ان هو نسخة من لوجان فاكيد هو هيكون بطل زيه. لكن لوجان بيقول لها ان هو اسوأ نسخة من لوجان موجودة في الكون، وبيعرفها ان هو ما قدرش يساعد اصحابه لما كانوا محتاجين له، وعلشان كده كل زمايله ماتوا. ومن وقتها هو حزين جدا ومش قادر يسامح نفسه على اللي هو عمله. لكن لورا بتقوله ان فريق المقاومة مش هيقدروا ينتصروا على كاساندرا من غيره، وبتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده بايرو بيكلم براد في التليفون، وبنعرف هنا ان بايرو بيشتغل جاسوس لحساب براد وبينقل له كل اخبار عالم الفراغ. وبيعرف براد من بايرو ان ديدبول ولوجان وصلوا لفريق المقاومة وان هم اتحدوا معاهم علشان يجبروا كاساندرا ان هي ترجعهم للعالم الحقيقي تاني. فبيطلب منه ان هو يقتل كاساندرا، وبكده ديدبول واللي معاه هيفقدوا الوسيلة اللي هترجعهم للعالم الحقيقي، وبالتالي هيفضلوا محبوسين جوه عالم الفراغ. وتاني يوم فريق المقاومة بيركبوا العربية وبيتجهوا لحصن كاساندرا، واول ما بيوصلوا بليد بيضرب صاروخ وبيدمر بوابات الحصن، وبعدها بينزلوا كلهم من العربية وبيستعدوا للقتال. ولكنهم بيتفاجئوا ان لوجان بينزل من شنطة العربية وبينضم ليهم، فبينبسطوا وبيتحمسوا جدا لان وجود لوجان معاهم هيفرق كتير جدا في المعركة. وبعدها فريق المقاومة بيشتبك مع جنود كاساندرا، وساعتها فريق المقاومة بيقاتلوا بكل شراسة، وده علشان يسمحوا لديدبول ولوجان ان هم يوصلوا لمكان كاساندرا. وبتتفاجئ كاساندرا لما بتلاقي ديدبول ولوجان قدامها، فبتهجم عليهم وبتضرب ديدبول وبترميه بعيد، وبعدها بتشل حركة لوجان وبتخترق عقله. وساعتها كاساندرا بتكتشف السبب اللي مخلي لوجان حزين، وبنرجع للمعركة وبتقدر لورا ان هي تتغلب على جرانت وبتقتله، وبعدها بتاخد خوذته وبتحاول ان هي توصلها لديدبول ولوجان، ولكن واحدة من جنود كاساندرا بتكتفها وبتسيطر عليها. فبترمي لورا الشنطة اللي فيها الخوذة بكل قوتها وبيمسكها ديدبول في اخر لحظة. وفي اللحظة دي كاساندرا بتقول للوجان ان هي هتخلصه من كل احزانه، وبتعرفه ان هي هتسيطر عليه وهتهتم بيه، ولكن لوجان بيرفض وبيقول لها ان هو اللي هيسيطر عليها. وبعدها بتتفاجئ كاساندرا بديدبول وهو بيلبسها الخوذة، وساعتها كاساندرا بتفقد قوتها وبتكون ضعيفة جدا، وبيطلب منها ديدبول ان هي ترجعهم للعالم الحقيقي والا هو هيقتلها. لكن كاساندرا بتضحك وبتقول له ان هي مش هتعمل كده. وفجأة بيظهر بايرو وبيضرب كاساندرا بالنار، وبيفضل يقول ان هو زهق منها ومن خدمته ليها، لكن لوجان بيضربه ضربة قوية وبيفقده الوعي. وبعدها لوجان بيسأل
كاساندرا لو هو شال الخوذة هتسيبهم عايشين ولا لا، لكنه بيتفاجئ ان هي بتقوله ان هي هتقتلهم. فبيتضايق لوجان من كلامها وبيسألها عن السبب اللي غير طبعها وخلاها شريرة بالشكل ده، وبيقول لها ان لو ده بسبب ان اخوها سابها وتخلى عنها، فبيقول لها ان اخوها كان صديقه، وبيقول لها كمان ان هو عارف ان اخوها كان بيحبها. وبعدها بيقرب منها وبيشيل الخوذة من على راسها، فبتسترد كاساندرا قوتها وبترجع لطبيعتها. وبيظهر ان كلام لوجان اثر فيها وبتقوله ان اخوها كان بيحبه جدا. فبيقول لها لوجان ان اخوها لو يعرف بوجودها اصلا كان هيدور عليها في الكون كله. فبتقتنع كاساندرا بكلامه وبتصدقه، وبعدها بتطلع من جيبها خاتم وبتفتح بوابة زمنية لعالم ديدبول، وبتقول لهم ان هم قدامهم 4 ثواني بس قبل ما الوحش يهجم عليهم. فبيجري ديدبول ولوجان باقصى سرعتهم وبيدخلوا جوه البوابة، وفي اللحظة دي فريق المقاومة بيشوفهم وبيكونوا مبسوطين من اللي بيحصل. وبيوصل ديدبول ولوجان للعالم الحقيقي، وبيقعوا على العربية قدام بيتر صديق ديدبول، وبيفرح جدا اول ما بيشوفه، ولكن ديدبول بيودعه وبيعرفه ان هو لسه عنده مهمة هيخلصها وهيرجع له. وفي الوقت ده كاساندرا بتفوق بايرو وبتسأله عن السبب اللي خلاه يضربها بالنار، فبيترعب منها وبيترجاها ان هي ما تخترقش دماغه، وبيقول لها ان في شخص اسمه براد بيشتغل لحساب المنظمة اتفق معاه ان هو يقتلها، وده في مقابل ان هو هينقله من عالم الفراغ للعالم الواقعي. فبتستغرب كاساندرا من كلام بايرو، خصوصا وان في بينها وبين المنظمة اتفاقية سلام. فبيقول لها بايرو ان براد بيعمل كده من ورا المنظمة. وبنروح لديدبول ولوجان واللي بيقابلوا براد، وبيكون مستغرب هم ازاي قدروا يرجعوا من عالم الفراغ. وقبل ما يجاوبوا على سؤاله بيلاقوا البوابة الزمنية بتتفتح وبتخرج منها كاساندرا، وبعدها بتقرب من براد وبتخترق عقله، وبتعرف ساعتها بالآلة اللي اخترعها براد، وبتقوله ان هي بعد ما اتحبست في عالم الفراغ فضلت عايشة في سلام وما حبتش تعمل اي هجوم على باقي الجداول الزمنية، مع ان هي قادرة تعمل كده وتدمرهم. وبتقوله ان هو حب يخلص منها علشان يحقق مجد خاص بيه. فبيقول لها ديدبول ان هي تهتم ببراد وهم هيدمروا الآلة، لكنه بيتفاجئ ان هي بتقول ان هي مش هتدمرها، وده لانها هتستخدم الآلة علشان تدمر كل الجداول الزمنية وما يبقاش فاضل في الكون غير عالم الفراغ وبس. وبعد ما بتخلص كلامها بتضرب ديدبول ولوجان ضربة قوية وبترميهم بعيد عنها، وبعدها بتسحب براد علشان يعرفها بمكان الآلة اللي هو اخترعها. اما ديدبول ولوجان فبيتفاجئوا ان البوابة الزمنية لسه مفتوحة، وبيخرج منها الكلب وبيجري ناحية ديدبول. فبيفرح ديدبول جدا وبيحضن الكلب وهو في قمة السعادة، لكن فرحته بتختفي لما بيلاقي نايس بول بيخرج من البوابة وبيجي ناحيتهم. وبعدها بيتفاجئوا باكتر من 100 نسخة من شخصية ديدبول بيخرجوا من البوابة الزمنية. فبيقول نايس بول لديدبول ولوجان ان الشخصيات دي جاية من العوالم المختلفة، وبيعرفهم ان كاساندرا تلعبت بعقولهم علشان يحاربوهم ويمنعوهم من الوصول ليها. وبيعتذر نايس بول لديدبول ولوجان لانه مش هيشارك في المعركة علشان هو عاوز يحمي وشه ويحافظ على وسامته. فبيحاول ديدبول ان هو يتكلم مع الشخصيات دي، وبيقول لهم ان كاساندرا هتدمر كل الجداول الزمنية، وبالتالي كل العوالم اللي هم جم منها هتختفي للابد. لكن محدش فيهم بيصدقه وبيضربوا عليه نار. فبيمسك نايس بول وبيستخدمه كدرع علشان يحمي نفسه، وبيتفاجئ ديدبول لما بيكتشف ان نايس بول ما عندوش قوة الاستشفاء. فبيعتذر له وبيقول له ان هو هياخده للمستشفى علشان يعالجه، لكنه ما بيلحقش لان نايس بول بياخد طلقة في دماغه وراسه بتنفجر وبيموت. اما لوجان فبيرفع الكلب قدام الشخصيات بتاعه ديدبول، والغريب ان اول ما الشخصيات دول بيشوفوه بيوقفوا ضرب علشان الكلب ما يتصابش. وبيعدي لوجان من قدامهم وبيروح عند ديدبول، واللي بيكون فرحان ان نايس بول مات لانه كان غيران منه، ده غير ان هو بياخد مسدساته الذهب وبيحتفظ بيها. وبيسأل لوجان لو هو مستعد للمعركة، فبيقول له لوجان ان هو دايما جاهز. وبعدها ديدبول ولوجان بيشتبكوا مع شخصيات ديدبول في معركة قتالية عنيفة جدا، وبيقاتلوا بمهارة وعنف شديد، وبيقدروا يخلصوا عليهم كلهم. لكنهم بيلاقوا طفل صغير قدامهم وبيضحك عليهم، فبيستغربوا وبيسألوه عن السبب اللي بيخليه يضحك، وبينصدموا لما بيلاقوا شخصيات ديدبول بتقف قدامهم من تاني، وده لان هم عندهم قوة الاستشفاء زي ديدبول الاصلي. لكن فجأة بيظهر بيتر صديق ديدبول وبيقول للشخصيات ان ديدبول الاصلي معاه. وبيتفاجئ ديدبول ولوجان لما شخصيات ديدبول بيفرحوا جدا لما بيشوفوا بيتر، وده لان بيتر موجود في كل العوالم كصديق لديدبول، وعلشان كده بيجروا عليه كلهم وبيرحبوا بيه. وفي اللحظة دي كاساندرا بتوصل للآلة وبتبدأ تشغلها، وفي نفس الوقت ديدبول ولوجان بيروحوا لبراد وبيهددوا ان هم هيقتلوه لو ما قالهمش ازاي يوقفوا كاساندرا عن اللي هي بتعمله. فبيقول لهم براد ان الآلة فيها مصدر لطاقة هائلة ومصدر مضاد ليها، وعلشان يدمروا الآلة لازم حد يعمل
يعمل جسر بين الانبوبتين ويوصل المصدرين ببعض، لكن وقتها هيحصل انفجار قوي جدا والشخص اللي وصلهم ببعض هيتدمر. فبيقول له ديدبول ان هم مش بيموتوا لان اجسامهم بتتجدد مرة تانية، فبيفهموا براد ان كمية الطاقة هتكون كبيرة جدا واجسامهم كلها هتتدمر. وبالرغم من خطورة المهمة ولكن ديدبول ولوجان بيقرروا ان هم ينفذوها، ولكن قبل ما يدخلوا الغرفة اللي فيها الانابيب بيتكلموا سوا، وبيقول لوجان ان ما ينفعش هما الاتنين ينفذوا المهمة دي ويموتوا سوا. وبيكون لوجان عاوز ينفذ المهمة ويضحي بنفسه لان هو اصلا وحيد وما عندوش حد في حياته، اما ديدبول فعنده اصحابه اللي بيحبهم ومستنيين رجوعه تاني. فبيرفض ديدبول الكلام ده وبيقول ان هو اللي لازم يضحي بنفسه، وده لان هو كذب على لوجان وخلاه يساعده في مهمته غصب عنه. لكن لوجان بيصمم على رأيه ومش بيسمع كلام ديدبول وبيودعه وبيروح يفتح باب الغرفة وبيدخل، لكنه بيتفاجئ ان ديدبول بيضربه وبيطلعه بره الغرفة وبيقفل الباب على نفسه. فبيتعصب لوجان وبيفضل يخبط الباب علشان يكسره، وبعدها ديدبول بيدمر مصدر الطاقة الهائلة وبيمسك كابلات الطاقة وبيحاول يوصلها بكابلات الطاقة المضادة، لكن قوته ما بتكونش كافية وما بيقدرش يعمل كده. وفي اللحظة دي كاساندرا بتكون على وشك ان هي تشغل الآلة وتدمر الجداول الزمنية، لكن فجأة بيظهر لوجان وبيمسك ايد ديدبول وبيوصل ايده التانية بمصدر الطاقة المضادة، وساعتها بتتنقل الطاقة من خلال اجسامهم وبيتوصلوا ببعض. واثناء ما ده بيحصل اجسام ديدبول ولوجان مش بتستحمل كمية الطاقة وبتبدأ تتحرق، وبعدها الآلة بتتدمر وبيحصل انفجار شديد، والانفجار ده بيدمر كاساندرا وبيكون واضح ان ديدبول ولوجان ماتوا في الانفجار. وفي اللحظة دي بتوصل مديرة المنظمة وبتقول لبراد ان هم رصدوا استخدام غير مصرح بيه للطاقة، فبيقول لها ان كاساندرا اتحكمت في عقله واحتلت القاعدة وهي اللي استخدمت الطاقة. وبيقول لها كمان ان ديدبول ولوجان ظهروا فجأة وضحوا بحياتهم علشان يمنعوا كاساندرا وينقذوا العالم. وفي اللحظة دي بيتفاجئ براد لما بيلاقي ديدبول ولوجان جايين ناحيتهم، وبيظهر ان هما الاتنين لسه عايشين بسبب ان قوة الاستشفاء اللي عندهم قاومت قوة الانفجار. وساعتها المديرة بتأمر الحراس ان هما يقبضوا عليهم علشان يحبسوهم في الفراغ، لكن بيتر بيظهر فجأة وبيحكي لهم على كل اللي براد عمله. وبعد ما المديرة بتعرف الحقيقة بتأمر بالقبض على براد، وبعدها بتقول لديدبول ان بعد تدمير الآلة العالم بقى في امان ومش هيتدمر في المستقبل. وبتشكر المديرة ديدبول ولوجان على الجهد اللي هم عملوه في انقاذ العالم. فبيستغل ديدبول الفرصة وبيطلب منها ان هي تنقذ فريق المقاومة اللي موجود في الفراغ، وبيعرفها ان من غير مساعدتهم ليهم ما كانوش هيقدروا ينقذوا العالم. فبتوافق المديرة على كلامه وبتعرفه ان هي هتنقذهم. فبيطلب منها كمان ان هي تساعد لوجان علشان يستعيد الماضي بتاعه ويقدر ان هو يصلح غلطته اللي هو عملها. فبتقوله المديرة ان هي مش هتقدر تعمل كده، ولكن هي هتسمح له يكون موجود في العالم ده علشان يكون عنده فرصة تانية للحياة. وبعدها ديدبول ولوجان بيقعدوا يستريحوا وبياكلوا، وبيتفاجئ ديدبول ان الكلب لسه موجود وبيجري عليه، فبيمسكه وهو فرحان وبيقرر يتبناه. وبعدها لوجان بيودع ديدبول وبيكون هيمشي، لكن ديدبول بيلحقه وبينده عليه، وده لان هو عاوز يساعد لوجان ويخليه يعمل اسرة واصحابه ويبدأ حياة جديدة. فبياخدوا معاه وبيروحوا على شقته وبيعرفوا على صاحبته واللي بتكون عايشة معاه في الشقة. وفي اليوم اللي بعده ديدبول بيعمل حفلة وبيجمع فيها اصحابه، وبتكون لورا موجودة في الحفلة وبيبان ان لوجان مبسوط من اللي بيحصل. اما ديدبول فبيتكلم مع فانيسا وبيصلح علاقته بيها وبيرجعوا لبعض وبيخلص الفيلم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك لقناة فيلم تشينو، ولو عاوز تتابع الملخصات الكوميدية ما تنساش تعمل متابعة لصفحة عبد عاطف. ونشوفكم الملخص اللي جاي، ويلا سلام.